في بلدة هادئة الناس فيها بتروح البيت بدري. كان في حكاية قديمة محدش كان بيحب يتكلم عنها بصوت عالي، حكاية الأتوبيس الليلي. كانوا بيقولوا إنه الأتوبيس ده ملعون، بيظهر للناس اللي فعلاً تاهت أو مش لاقية طريقها. لكن الأتوبيس ده ما كانش عادي، كان بوابة لعالم غريب. في ليلة خريف باردة شاب اسمه ماجد كان ماشي في الشوارع الفاضية. كان لسه متخانق مع أهله وخرج من البيت من غير ما يفكر، وبعد ساعات لقى نفسه تايه ومش عارف يرجع البيت. جرس الساعة الكبيرة في البلدة ضرب 12، ومع آخر جرس الأتوبيس ظهر من الضباب. كان أتوبيس قديم ومهترئ، الدهان بتاعه مقشر والزجاج مليان غبار. الأتوبيس كان منور بشكل مرعب قدام. ماجد وهو حاسس بالراحة والخوف في نفس الوقت ركب الأتوبيس. جوه الهواء كان ثقيل ومريب، الركاب القليلين اللي كانوا موجودين كانوا قاعدين منحنيين ووشوشهم مش باينة. السواق راجل كبير بعينين مجوفة ابتسم ابتسامة بتخوف على ماجد أكتر. لما الأتوبيس بدأ يتحرك ماجد لاحظ حاجة غريبة، الشوارع اللي هو عارفها اتحولت لنسخة مظلمة ومشوهة من نفسها. المباني كانت متهدمة وفي أشباح بتتمشى على الأرصفة. حاول يسأل الركاب رايحين فين، لكنهم كانوا ساكتين وعينيهم متركزة قدام. الأتوبيس فضل ماشي في الرحلة الغريبة، والخوف جوه ماجد كان بيزيد مع كل دقيقة. العالم برة الشباك بقى أكتر سريالية وكابوسية، والوحوش بقت بتطلع من الظلال. خاف جامد وجرى على السواق يسأله رايحين فين. السواق بصله وعينيه بقت منورة بنور غريب. قال بصوت زي جرس الموت: ده الأتوبيس الليلي بياخد اللي تايهين لأماكن ما يعرفوش يرجعوا منها. لما ماجد فهم اللي هو فيه حاول يفتح الأبواب، لكن كانت مقفولة جامد. جرى على كرسيه يحاول يلاقي طريقة يخرج، لكن الركاب التانيين كانوا بيبصوله بابتسامات مرعبة وعينيهم منورة زي السواق. الأتوبيس غطس أكتر في المنظر الكابوسي، ورؤية ماجد بقت ضبابية وحس إنه بيغمى عليه. آخر فكرة كانت جواه كانت أمله يرجع البيت بأمان. الصبح اللي بعده الناس في البلدة لقوا أتوبيس قديم مهجور على أطراف البلدة. جواه لقوا ماجد مغمية عليه لكن عايش. لما فاق كان بيترعش ومش عارف هو فين، وباين عليه الخوف. محبش يتكلم عن اللي شافه في الليلة دي، لكن النظرة في عينيه كانت بتحكي الحكاية. من يومها حكاية الأتوبيس الليلي بقت أقوى، بتفكر كل الناس إنها ما تتوهش في الشوارع بالليل، عشان الأتوبيس ممكن يجي ياخدهم هم كمان. ومن هنا حكاية الأتوبيس الليلي بتكون تحذير لكل اللي يسمعها. خلي بالك من اللي بيتخبى في الظلال، عشان في رحلات ملهاش رجعه.